إعانة المسلم عند الحاجة واجبة شرعا وطبعا، ولكن مع قدرة المعين، ولا يعجز أحد عن أن يعين قدر جهده أوقيتها 3 4 5 10 إلى 1,000,000 أو 2,000,000 أو أكثر. ففي المثل حمل الجماعة ريش. لا تغفلوا عن مصيبتكم هذه، وتذكروا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. فلا تعجزوا عن أن تكونوا منهم، والخطاب يعني أهل المال منكم. وفي حديث آخر: من مشى مع أخيه في حاجته ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وفي حديث آخر: من سعى مع أخيه في حاجته كان خيرا له من أن يعتكف 10 سنين. ومن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل واحد أبعد مما بين الخافقين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. النساء: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟